نادي ريال مدريد ينتصر على جاره أتلتيكو مدريد بثنائية بنتيجة 2-1. مباراة جميلة جدا وأهداف خارق للعادة، وخاصة الهدف الأول من فيدريكو فالفيردي. كل تفاصيل كل مباراة الباقي ماتشات متنساش تعمل لايك والابوني. اما قبل كل شيء عملت كونت جديد على اليوتيوب هبطت فيه حلقة تلخيص وتحليل كامل دور 16 من كاس افريقيا. ما تنساش تدخل على اللين تلقى في اول تعليق دليل بين 14 تلقى في اول تعليق اول كومنتير، ادخل عليه انزل عليه وتفرج الفيديو وما تنساش تعمل لايك والابوني. وهيا نبداو. النادي ريال مدريد يضرب بثنائيه، يفتح التجيب فيدريكو فالفيردي من ضربه صاروخيه من مخالفه كما تشوفوا فيها تو. ويضيف الثاني رودريغو في دقيقة 69 مع تيكي تاكا جميل ونهائية عالمية انترناسيونال. ضربة الثنائية مش نورمال. وايضا سورلوث يقلص الفارق نادي اتلتيكو مدريد ولا يمكن للتعديل. ويترشح نادي ريال مدريد لمواجهة غريمه برشلونة في النهائي كاس السوبر الاسبانية. مباراة سوف تكون مباراة الكلاسيكو، مباراة الختم. الموسم اللي فات ربحت فيه برشلونه، ربحت ريال مدريد بنتيجه 3-2 في الدقائق الاخيره. ان شاء الله السنه الكل نشوفوا مباراه مدريديه ان شاء الله الريال تربح. انت قبل كل شيء ان شاء الله يعجبك الفيديو تعمل لايك والابوني، والسلام عليكم.